الآن في منزل أسرة مصرية فقيرة، أسرة من ملايين الأسر الذين يعانون من الفقر والجوع والمرض. في الوقت الذي يدعو فيه الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الحزب الحرية والعدالة وجه دعوة إلى اليهود للعودة إلى مصر ويستردوا ممتلكاتهم. فهؤلاء المصريين ليس لهم الحق مثل اليهود. الوضع كما ترون، أسرة مكونة من كم فرد؟ 11 فرد ينامون في غرفة واحدة بهذا الشكل. هذه هي جدران الغرفة وهذه هي محتوياتها كما تشاهدون. 11 فرد يعيشون في غرفة لا تتعدى 4 أمتار في الوقت الذي يدعو فيه عصام العريان اليهود للرجوع إلى مصر. في البداية نتشرف بحضرتك. مصطفى تشتغل ايه يا مصطفى؟ شغال، عامل حادثة بقالي 2 سنين. تمام. متجوز يا مصطفى؟ مخلف. عندك ولاد قد ايه؟ عندي بنت. تمام. طب انت هل بتاخد معاش من جهة معينة او حاجة؟ كنت شغال ايه قبل ما تعمل حادثة؟ كنت شغال في فرن. يعني عامل ارزاق. وحضرتك يا بابا؟ انا ماسك جراج بره بستخدم العربيات بس، بمسح مع البيت. يعني حصيلة اليوم قد ايه كده؟ هو حاجات بسيطة مش كتير يعني 15-20 جنيه؟ بتصرف من 20 جنيه دي على كم فرد؟ ده 11 نفر بس. على 11 فرد. جوز بنتي قاعد معايا وبنتي قاعدة معايا. عايشين كلكم عايشين كلكم في أوضة ب20 جنيه في اليوم، 11 فرد. طب ممكن تقول لنا يعني عايشين ازاي؟ والله مرة فول، مرة عدس، مرة أي حاجة. الحاجة العيشة أصلا مسطرة وغالية. تعرف حاجة غالية. طبعا. تجيبوا حلة تعملوا حلة عدس، تعيش تفطروا وتتغدوا وتتعشوا. وشوية فول الصبح وناكل ونقضيها. ايه بقى هنعمل ايه؟ ما حاولتش تلجأ ان انت تعمل معاش التضامن الاجتماعي بتاع الشؤون الاجتماعية؟ لا والله لسه ما عرفتش. اللي هو ال100 جنيه اللي كل شهر دي. هي نوايا تسند دي. ما رحتش لسه. ولا المساجد اللي هي بتجمع تبرعات من الناس القادرين عشان فقراء المسلمين. الواحد بمنظره وحش. لو رحنا بس نقول للناس ادونا ولا ادوناش ما ينفعش. مش لازم تروح، المفروض ان هم بيلفوا على البيوت بيشوفوا فقراء المسلمين فين عشان يديهم زكاة الناس اللي بتتبرع بيها. محدش بيجيب لنا. حتى احنا لو رحنا بنقولوا احنا بندي للناس الايتام بس. عرفينا بنفسك. عرفينا بنفسك. اسمي بطة. بطة، احكي لنا يا بطة، انت متعلمة؟ متعلمة، معايا ثالثة اعدادي وكده. طبعا من ثانية ثانوي ما كملتش ثانوي عشان معيش فلوس اكمل. وكنت امنية حياتي ان انا اكمل تعليم بس ما قدرتش. فاهماني؟ ونيجي نتكلم مع اي حد، لا ده الارمله هي اللي تاخد معاش، الارمله تاخد فلوس. ده ميت، اليتامى. لكن حاجه زي كده كذا مره نتكلم احنا عشان الغلابه ما بيسمعوش صوتنا، لكن بدل الناس معاها فلوس بيسمعوا صوت الناس. بطة، انا سمعت من الناس انت كنت مخطوبه او حاجه زي كده. انا كنت مخطوبه وما حصلش نصيب عشان كان عايز يدخل في خلال 3 شهور وانا معيش اللي انا جاهز. ظروفنا على قدنا، معيش اللي انا جاهز. حتى يعني الناس بتبص للمستوى. اما فين اللي بيساعدوا فقراء المسلمين وتجهيز الفقراء المسلمين؟ محدش بيساعد حد في الزمن ده، محدش بيساعد حد. كلهم بس بيجي يتكلموا يقولوا لا، في مساجد بتجمع اموال من القادرين عشان تجهيز فتيات المسلمين ومساعده فقراء المسلمين. احنا رحنا قالوا احنا بندي لليتامى، بندي للارمله بس كده. امال ايه مشروع فقراء المسلمين؟ ما بيدوش حاجه، محدش بيساعد حد. ما حاولتيش تلجئي للحكومه؟ ما فيش حكومه. الحكومه ايه؟ الناس الغلابه اللي زينا كده محدش بيسمع لهم صوت. دي بنتي برضه. يمكن نعرف. دي بنتي الكبيره. ثالثه خدت دبلوم تجاره على المدرسه، واشتغلت 15 سنه من اولى اعدادي، مجهزه نفسي وتعبتهم، ومتجوزه مصطفى ومعايا ملك وعايشه معاهم في نفس الاوضه. تعتبر متجوزه بقالي 2 سنين، بس انا من ساعه ما اتجوزت بعدها ب3 ايام جوزي حصل له حادثه. القدر. ودي بنتها ملك. ربنا يخليها عليك. ودي الزوجه بتاعت مراتي. احكي لنا كده يا ماما، بتقضي يومك ازاي؟ يعني بتدبري نفسك ازاي بال20 جنيه عشان تصرفي على هال 11 فرد؟ والله الواحد بيمشيها كده. يعني بتبتدي يومك ازاي؟ ما تحرجيش يا ماما، ما تحرجيش. انت زيك زي ملايين الاسر المصريه. الواحد بيقضيها والله زي ما الناس عايشه، بس الدنيا غاليه الحمد لله. الحمد لله. لسه جايبه نونه ايه جنبها؟ معايا عيل لسه جديد اول شهرين.
ما الواد كده لسه شوف. خليها عشان ما يبردش، خليها عشان ما يبردش. وفي برضه 2 كمان، في 3 كمان بس في المدرسه. فاهماني حضرتك؟ عندي من سن في بس عشان البرد. ده ابن جديد اخذ عنون. هيبرد ده يكون اخويا البرد. يعني. ربنا يخليه لكم يا رب ويجعل نصيبه احسن من نصيبكم. 3 تاني بره. وفي 3 تاني قاعدين بره. واحدة في أولى إعدادي وواحدة سنة 5 والتاني. طب ايه اللي انتوا تحبوا تقولوا للحكومة او تقولوا نشوف حاجة واسعة شوية بس. حد لنا كده مش لاقي مكان. بصي مسكن ومعاش ليه عشان هو راجل ارزاقي، وكان جاي له جلطة في رجله ما ينفعش هو يشتغل، وكان سواق. دلوقتي ما ينفعش ولا يشتغل سواق ولا يشتغل حاجة. واقف سايس في جراج. واقف عشان حارس كام عربية بيمسح العربية بجنيه، واللي بيتنك عليه وشرط عشان يديله الجنيه، وطول الليل نايم اهوت في الشارع. وعاوز دوت معاش اللي بقاله 2 سنين مرمي مرمي اهو، كان ارزاقي بياخد برضه 30 جنيه في اليوم. وعليه ديون 25,000 جنيه بسبب الشقة برضه. سيبنا الشقة، كانوا واخدين شقة ايجار جديد وسيبناها ومرميين اهوت، ولا طايقين سما ولا طايقين ارض. يعني معاش ليه ومعاش دوت. يعني عاملين قضية حاجة واسعة لدوت، حاجة لينا حتى لو قلت له صراحة من المطبخ أي حاجة. عاملين قضية في المحكمة لسه لحد دلوقتي ما حدش سال فيها. يعني انتوا كل اللي بتحلموا بيه معاش وشقة. اهم حاجة ساكن نوسع نفسينا، اهم حاجة نوسع نفسينا بس. بص أهم حاجة السترة. احنا هنا عشان ما فيش مكان هنا بنام في الشارع. بابا بينام بره على الكنبة. والله العظيم بنام بره. كمان هو في البرد ده؟ ايه؟ في البرد ده؟ والله بنام بره في الشقة. والمرتبة بتاعتي محطوطة بره، كل حاجة محطوطة بره. طب ايه رأيك في اللي بيدعوا اليهود ان هم يرجعوا مصر وياخدوا ممتلكاتهم؟ اليهود يخش مصر؟ لا ده عايز ضرب النار. دكتورة عصام العريان المتحدث باسم الحرية والعدالة، اسم حزب الحرية والعدالة. يجيبوا اليهود في مصر ازاي ما ينفعش؟ يقول لك لهم حق ان دي بلدهم، يرجعوا يقعدوا وياخدوا ممتلكاتهم. ده على اساس ان انتوا لاقيين تاكلوا، على اساس ان انتوا عايشين في مسكن. طب ما احنا نكون كويسين الاول. عشان ما ناكل الاول نوسع نفسينا الاول. ما نكون كويسين الاول. نوسع نفسينا الاول. لكن اذا كان اصلا اهل مصر اصلا مش لاقيين ياكلوا. مش لاقيين. هم هيجوا يعملوا ايه؟ هيجوا هم ياخدوا الاكل واحنا نقعد نتفرج. ده لو في اكل. ياخدوا بالك لو فعلا ان شاء الله اصل زي. انا بس عايزه بس الناس الغلابه ازاي يكون لهم صوت بس في المجتمع وفي الحكومه وفي انا اي حد اتفضلي. لا بابا بينام هنا وانا بنت، انا بقعد لحد الساعه 4 الفجر هنا عشان بحرس صحتين. يكون مثلا بنتي بنوت تقعد لحد الساعه 4 الفجر، ده يتحرش بيها وده يكلمها وده يعكسها وبيتخرج بكذا اذيه في الشارع عشان بابا تعبان عنده جلطه ما بيتحركش ونايم في الشارع. يعني انت بتسهري لحد 4 الفجر تحرسي العربيه؟ بصر عشان الفرصه، عشان الجنيه وال2 جنيه اللي احنا قاعدين بيهم. فاهماني حضرتك؟ شوف انا لما يكون واحده بنتي بنوت وتصل لحد الساعه 4 الفجر والناس بتنام من المغرب في الشتاء علشان الجنيه وال2 جنيه عشان ابوها تعبان، عشان اساعد جوزها، عشان اكله واشربه وما كملتش تعليم، عشان احرس الجراوي. شوف انا لما يكون بقى ده يتحرش بيا وده يبص لي وده يبص لي وده يبص لي وتعرضها للاذيه كتير، بس الحمد لله عشان هي تبع ربنا اللي يسترها معايا. الحمد لله. طب ايه اللي انت بتطلبيه او بتحلمي ان هو يحصل؟ بحلم ان ربنا يساعدنا وخلاص. بحلم ان احنا يكون عندنا شقه زي الناس نقعد فيها تعيشي بأدمية. عايز زي الناس، قلبي زي الناس. لما يكون واحده زي عندها 12 سنه مش عايزه تتجوز عشان مفيش جهاز. انت انتخبتي مين في انتخابات الرئاسه؟ ما انتخبتش حد عشان اصلا كلهم ما يستاهلوش. بعد ما ينجحوا ما يعبروش حد. يعني الناس زينا كده حياتهم يبقى عايشين زي الناس، قلبي زي البنات، اكمل تعليمي زي البنات، اروح واجي. لكن انا عايش هنا اكني واجي. عشان كده مش موافقه على اي عريس ولا اي جوازه دلوقتي. واقف معايا بالجواز. واقف معايا في الجواز، يعني يعتبر انا ادراعه اليمين، انا اللي بركن وانا اللي بكلم الرجاله. عشان كده بكلم اكتر من 500 نفر في اليوم. ده يبقى عليه مني وده يبقى عليه مني وده يبقى عليه مني. هنقول ايه اكتر من كده؟ عايزه ابقى زي البنات كده تلبس وتروح وتيجي وتبقى بشقه، حتى لما العريس يجي لي ما وده مكان الاستاذ